يعني هو حينما نتكلم عن الأستاذ البنا، فنحن نتكلم عن حقبة من تاريخ الأمة الإسلامية كانت نجحت فيها الدول الغربية في إسقاط الخلافة الإسلامية سنة 1924، وبدأت حركة الإخوان المسلمين في 1928 بعد سقوط الخلافة بحوالي 4 سنوات. كان الأستاذ البنا له تاريخ سابق عن هذا التاريخ وهذا الإعلان عن الجماعة في أعمال أخرى منذ النشأة ومنذ الصبا في المكان الذي تواجد به، ولكن كانت حركة الإخوان بدأت قوية مثمرة لحتى يقال يعني أن الأستاذ البنا هو مجدد الإسلام في هذا القرن، وكل على رأس كما قال صلى الله عليه وسلم على رأس كل 100 عام يبعث الله عز وجل من يجدد دين هذه الأمة. وحركة الإخوان تعتبر هي الحركة الإصلاحية الأقوى على مستوى العالم في هذه الفترة. الأستاذ البنا له خصوصيات قوية وكثيرة، فدائما حينما تقام دولة أو يقام كيان أو تقام مؤسسة على مستوى العالم بيتوفر لها يا إما جانب سلطة يا إما جانب فقه وعلم. ومثلا في فترة عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه الذي لقب بسادس الخلفاء الراشدين، كان عنده من السلطة ما أقام به العدل في الدنيا، ولكن ما إن انتهت فترة عمر بن عبد العزيز عاد خلفاء الدولة الأموية إلى ما كانوا عليه. الشاهد من الكلام أن الأستاذ البنا لم يكن معه سلطان مثل الذي كان مع سيدنا عمر بن عبد العزيز، ولم يكن فقيها مغل في الفقه مثل مثلا الإمام ابن تيمية أو الإمام أحمد بن حنبل أو غيره، ولكن الإبداع فيما فعله الأستاذ البنا أنه جمع ما تقام به الدول في أطر ما صممه وما كتبه في أدبيات وفي نظم وفي رسائل الإخوان المسلمين، وأيضا ما يستدل به على الفقه، ووضع أصول هي الأصول 20 التي توضح فهم عام للإسلام يمكن أن تجتمع عليه الأمة بكافة مشاربها وكافة تنوعات الفقهية والمذهبية التي موجودة في الأمة وهكذا. هناك أشياء كثيرة عن نشأة الأستاذ البنا وعن ارتباطه وهو صغير بالطريقة الحصافية، هي طريقة كانت في البحيرة، وكيف أنه ارتبط بالتصوف والمتصوفة، كيف كان للأستاذ البنا جهود وهو ما زال في بداية عمله كمدرس في إحدى المدارس. الأستاذ البنا وموقفه من الحج وهو في ريعان الشباب حينما ذهب مع بعثة الحج المصرية إلى المملكة العربية السعودية، وكيف أن كل المتحدثين والمتكلمين وكانوا من طائفة الوزراء وكبار القوم في دولهم، فكان كل منهم يتكلم بطريقة فالباقي كان لا يعلم اللغة التي يتكلم بها، لأن هذا مؤتمر كان يضم كل دول العالم الإسلامي على اختلاف لهجتهم. ولكن الأستاذ البنا كان من الحكمة أن تكلم بلغة القرآن وتكلم من الآيات ومن الأحاديث النبوية، مما جعل جميع الناس يلتفتون إليه وينتبهون. فهو كان ملهما موهوبا منذ الصغر، وله يعني مساهمات وأشياء كثيرة في فترة صباه، ولكن الأبرز كانت بعد بداية الدعوة وبداية انتشار العمل. ففكر الأستاذ البنا فكر قوي، إنشاء رجالا كان يهتم أكثر بإنشاء الرجال. وأيضا يمكن أن ننظر إلى مصر والعالم العربي والإسلامي في هذه الفترة، نجد أنه كان هناك بعد سقوط الخلافة الإسلامية كان هناك كثير من العلماء لهم إسهامات مثل رشيد رضا والشيخ الأفغاني والإمام محمد عبده. كل هؤلاء كانوا أفزاز وكانت لهم مساهمات، ولكنها كانت مساهمات إما فقهية أو مساهمات فكرية، ولم ترقى إلى مع أنها ساهمت في نهضة الأمة وفي تشكيل وعي وفكر الأمة. ولكن الأستاذ البنا حول هذه الأفكار واستفاد من هذه الإسهامات القوية في تكوين إطار يصنع منه الرجال، إطار يضع به إطار لدولة وتأسيس لدولة الإسلام، كما ورد في رسائله أن الأستاذ البنا كان يريد أن يبدأ بالفرد المسلم، وكان يوصي
من يتبع هذا الطريق يقول لهم ميدانكم الأول أنفسكم، إن استطعتم عليها كنتم على غيرها أقدر. وكان الأستاذ البنا يوصي بأن بعد ووضع آليات لهذا الموضوع أن نكون الفرد المسلم، أن نكون الأسرة المسلمة، أن يكون عندنا المجتمع المسلم، ثم بعد ذلك مرحلة الدولة، ثم مرحلة الخلافة الإسلامية. فرحمة الله عليه كان عنده فكر ووعي ناضج لتأسيس خلافة إسلامية وأستاذية العالم على مراحل، بدأت بالفرد وانتهت بأستاذية العالم وفق تصور مكتوب له من المراحل وله من الخطوات التي استلهمها كل من سار في هذا الطريق، ووصلنا إلى ما نحن فيه الآن، أن انتشرت هذه الدعوة التي هي من رحم الإسلام في كل دول العالم. كان الأستاذ البنا يهتم أكثر ما يهتم بصناعة الرجال وتكوين فكر ورأي للأمة مستقبلي، وكانت عنده نظرة قوية جدا في تكوين الأمة وفي نهضتها. فكان يقول عليه رحمة الله: إن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ يحتاج من الأمة التي تريد ذلك أو من الفئة التي تسعى إليه إلى وحدد بعض الأشياء إذا فعلا أردنا النهوض بالأمة علينا إيه بقى؟ قال: إن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ يتطلب من الأمة التي تريد ذلك أو من الفئة التي تسعى إليه إلى وحدد إلى قوة نفسية عظيمة تتمثل في إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف ولا لين، ووفاء ثابت لا يعد عليه تلون ولا غدر، وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل، وإيمان بالمبدأ ومعرفة له يعصم من الخطأ فيه أو الانحراف عنه أو المساومة عليه أو الخديعة بغيره. كلام ذو نظم قوي جميل يوضح كيف تنهض الأمة، كيف تتكون الدول، كيف ننهض، كيف نعمل. فهذا الكلام يعتبر عماد أي أمة. وركز أيضا عليه رحمة الله على الشباب، فقال إن كل أمة عماد نهضتها هم الشباب، فالشباب هم القوة الفتية، هي التي تحمل وهي التي تنقل وهم مستقبل الأمة. وكان دائما في رسالة إلى الشباب يستشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معظم من حوله من الشباب، وكانوا في سن الشباب وهم عماد الأمة. أيضا كان الأستاذ البنا يهتم جدا بطريقة التفكير والوعي، وكان يقول وإدراكه لما هو مستقبل وتوقعه أن الشعوب حينما والحكومات حينما تعي هذه الدعوة وتعي أركانها وتعي شمولها سوف تصطدمون بقوانين قديمة وإرث خلفه الاستعمار من سنوات طويلة. فكان يهتم بالحرية، كان يهتم بالشباب، كان عليه رحمة الله يهتم بالمرأة. وكان من ضمن رسائل الأستاذ البنا رسالة خاصة بالمرأة، كان يهتم بالجهاد لتوضيح أصل ومفهوم الجهاد. وقبل ذلك كان الأستاذ البنا موسوعة، فكان يهتم بعلم العقائد، وكان من رسائله رسالة كاملة تسمى رسالة العقائد، تعني بالعقيدة الإسلامية وتوضيحها وتفهيمها. فكان عليه رحمة الله له إسهامات كثيرة في مجالات، فهو فعلا كان إماما في مجالات كثيرة وقائدا ورائدا، وله من القراءات في بطون الكتب وأمهاتها فعلا. وكان الله عز وجل مد في عمره لكي يتعلم كل هذه العلوم سائر علماء الأمة الثقات الصالحين. يعني الأستاذ البنا حينما تكلم في رسائله كان يتكلم عن صناعة الأمة، صناعة الحياة، عودة الأمة الإسلامية إلى صدارتها. فنحن أمة الحضارة، نحن أمة الإسلام، نحن أصحاب الحضارة. فكان يقول يعني إذا ولد الشباب وولد الرجال في أمة استولى عليها غيرها، وهذا كان واقع الحال الأمة الإسلامية، أن معظم أقطار المسلمين استولى عليها الغرب ومزقوا أوصال الدول ومزقوها إلى دول وكيانات صغيرة. فكان كل هم الأستاذ البنا والهدف من إنشاء الجماعة أن تعود بالأمة إلى الصدارة، أن نعود بأمة الإسلام أن تكون هي صانعة ورائدة الحضارة للبشرية كما أراد الله سبحانه وتعالى. فحينما قال ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فنحن خير أمة، وكان هذا هو هدف قيام الجماعة.
وعلى ذلك كان الأستاذ يهتم بأن تكون هذه الدعوة لها صفة العالمية. لم يكن يعني يريد أن تكون الدعوة في مصر أو في السودان أو في ليبيا أو حتى في إنجلترا أو في أمريكا أو في أي دولة من الدول، بل كان يريدها دعوة عالمية شاملة تراعي الخصائص التي بالإسلام، أن تكون دعوة عالمية، أن تكون دعوة شاملة، أن تكون دعوة ربانية، أن تكون دعوة كاملة، أن تنهض وتحمل هم المسلمين وتقودهم إلى صدارة العالم. كان هذا هو الهدف من إنشاء هذه الجامعة. ونحن لو نظرنا إلى العالم الآن وإلى امتداد هذه الدعوة وتشعبها وتواجدها، سوف نجد كثير من أقطار العالم، يعني على ما أذكر يتعدى أكثر من 85 قطر في العالم به جماعة الإخوان المسلمين. ودعوة الإخوان ليست تنظيما وفقط، فهي دعوة لها أجزاء، هي فكرة قوية رائدة، وهي حركة موجودة في دول كثيرة، وهي تنظيم يعمل على نشر الإسلام. وبالتالي فكرة الإسلام التي أخذ منها الأستاذ البنا من هذه الرسالة العظيمة التي هي ديننا، راعى أن يكون في الحركة، أن يكون في هذه الفكرة ما بها من شمول. فنجد هذه الفكرة لنقائها وجمالها وإبداعها وتكاملها انتشرت في أمريكا، وانتشرت في أوروبا، وانتشرت في آسيا وفي أفريقيا، في كل قارات العالم نجدها انتشرت. وإن كان مع مهد الدعوة في مصر فنجد هو التنظيم الأقوى على مستوى العالم كان في مصر. وهناك دول كثيرة بها تنظيمات عمل الإخوان المسلمين تتبنى الحركة والفكرة التي قام بها الأستاذ البنا. يعني تمر دائما الدعوة كسائر. هل تمر على نهج كما بدأ به الإمام حسن البنا؟ هل تغير شيئا أم يعني بشكل عام؟ يعني هو من خصائص دعوة الإخوان المسلمين أنها تتصف بالمرونة وتتصف بالقابلية للتطوير، وهناك أسس وأصول وضعت. والأستاذ البنا في رسائله وضع أصول وثوابت جيدة هي من أصول وثوابت الدعوة التي نسير عليها حتى الآن بدون تغيير أو تبديل. أما عن وسائل الجماعة وآليات انتشارها ونموذج عملها في الدول والأقطار، فهذه أشياء تقبل التغيير وتقبل التطوير، وبها من المرونة ما تستوعب الأعمال. فالعمل في قطر مصر ليس كقطر تركيا، ليس مثل أمريكا أو النمسا أو أسبانيا أو أي دولة أخرى، ولكن هناك أصول وثوابت على الحركة أن تراعيها في كل المراحل، وهي الانضباط بالمنهج الشامل للإسلام وآليات العمل به ومراعاة الكليات الأساسية للشريعة والدين. فدعوتنا من صميم ديننا، نحن لم نأتي بدين جديد ولم نبتكر دعوة جديدة، ولكنها تراعي كل أصول وقواعد وثوابت الإسلام، ولهذا قامت ولهذا هي مستمرة. وقد تمر الدعوة في مراحل من مراحل عملها وتطورها بعثرات أو ابتلاءات أو محن مثل ما نحن فيه الآن، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بفضل التربية الصحيحة لرجالات هذه الدعوة وقياداتها وما تربوا عليه من منهج الذي هو من منهج النبوة وطريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء، نزعم أن هناك رجال ثابتون لا يقبلون الانحناء إلا لله عز وجل.